هناك نوعان من السلفية. السلفية المدرسية التي اصطلح الإعلام على تسميتها بالوهابية، وهي سلفية لا تقحم نفسها في شؤون السياسة، وكانت حتى وقت قريب تعتبر أن الانضمام أو الانخراط في العمل السياسي والأحزاب أمر يتناقض مع السلوك القويم للدين الإسلامي. لكن بعد 25 يناير وبعد أن نزل السلفيون فرادى وكانت رؤى مشايخهم ولم يعتذر منهم سوى فضيلة الشيخ محمد حسان عن موقفه السابق الذي كان يقول أنه اسمع وأطع ولو ضرب عنقك وجلد ظهرك. مسألة يعني هو فقط الوقت أما في الواقع الأخيرة فدي سؤال بسيط جدا. ماذا لو اقتحمت وقفت أمام بيتك يا سيدي؟ احتكم لضميرك. إيه اللي وداكم واللي عندك نسيتكم؟ بس عايزين نعرف جابر الطبال فقط. جابر الطبال دي عايزين نعرفها شويه لان ممكن بص جابر الطبال باختصار شديد جدا. ده حسب الاندبندنت ولا لا 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 لا, لا انا ايامها كنت ضابط شرطه وبقول شهاده لوجه الله ربنا لا يحاسبني عليها. امن دوله ولا شرطه عاديه؟ لا كنت شرطه عاديه، ضابط شرطه في المباحث الجنائيه، كنت رئيس مباحث الاداب القاهره. في عجاله لو سمحت. باختصار شديد جدا ايامها، وكان ليا صديق والله العظيم ثلاثه اشهد ان الولد ده في ذمه ربنا اسمه مرحوم النقيب خالد زمزم قتل في هذه الواقعه بتاعت جابر ده. جابر ده شخص كان انتمى الى تنظيم الجماعه الاسلاميه ونصب نفسه اميرا لما سمي في لغه الاعلام المبالغه جمهوريه امبابه والكلام اللي كل معروف للكافه، وكان يضر ويقيم الحدود بيده ويأخذ سيف القانون بيده. لو أخذ سيف القانون بيد العوام والدهماء تحولت إلى كارثة. فقط اشرح لنا الواقع يعني ولا تعقب عليها. باختصار شديد جدا أن المدعو جابر هذا كان في البداية شخصا فاسقا، أنا لا أقول كافرا بقول فاسقا، لأنه كان يمتهن مهنة ليست من مهن أهل الإسلام في شيء. حضرتك بتحرم انت كده خليتني بلغتك يا مولانا. لا يعني كده يعني نكسب منك ثم تحول الى نكسب منك دي واحنا مش باختصار الرجل كان طبالا ثم تحول الى والممثل أصبح أميرا للمؤمنين. شكرا جزيلا. وفجأة أصبح شكرا جزيلا. حصل زي ما المهندس عبد المنعم. بالنسبه للقصه في الوتير، انا ما جبتش تهم مرسله، الكلام انا سامعه باذني وانا في نفس البرنامج الحواري مع وزير الداخليه. حتى انا قلت الضرب بدا من الكنيسه زي ما دلوقتي الوفد بتقول. وزير الداخليه صح قال لا من البيت اللي جنب الكنيسه. القائد المنطقه المركزيه العسكريه قال من البيت اللي جنب الكنيسه. فانا صح 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 تاني كويس. انا اغفلت تماما واقعه الاختطاف مع انها ثابته، وكون برضو انها صاحبه الاختطاف في النيابه عادي لانها الان متهمه بالتحريض، يا اما تثبت انها كانت فعلا مختطفه يا اما هتبقى هي محرضه على الفتنه. انا بقول لما واحد يستغيث بيا بقول له تعالى نروح للشرطه نشوف مشكلتك. ده التصرف اللي عايز يقول بقى معلش مش انا قلت الوصف اللي هيسيب واحد بيقول مراتي مخطوفه وما يروحش معاه هو حر بقى. لكن انا بقول في اللي راح معاه بدراعه ده غلطان، اللي راح معاه من خلال الشرطه انا شايف ده تصرف قانوني وشرعي وانساني وتكفله كل المواثيق القانونيه والدوليه انك تشوف واحد ملهوف تنقذه. قضيه كمال يا شحاته انا دايما بقول قضيه خالد سعيد، الناس اللي عملت مظاهرات على قضيه خالد ما حدش ليه قال لهم انتوا مالكم؟ قضيه فجرت ثوره بحالها. انا لما اشوف مظلوم واقف اقول له القانون المصري بيتيح لي لو انا مش ذو صفه اروح للنائب العام واقدم بلاغ. قدمت بلاغ للنائب العام ولقيته مركون في الدرج لان الكنيسه مش عايزه تستلم الاقطار. وانا شايف القضيه دي متعاطف مع الست دي يا سيدي. مش هقول بقى ان دي قضيه تصلح علاقه الكنيسه بالدوله، لان احنا بنتكلم هنا مهندس عبد المنعم هل كنت تدري بوجود احتقان في مصر ام لا قبل هذه القضيه؟ انا اقول لحضرتك حاجه دلوقتي. لا الاحتقان موجود. الاحتقان موجود. اوليس درء المفسده مقدم على جلب المنفعه؟ يعني اغاثه ملهوف ادت الى 12 قتيلا. اسمح لي زي ما قال الشيخ ممدوح، احيانا في الاعلام بيضطرونا اما نقول القضيه غير عادله واما نوافق على كل اللي الشباب عملوه. احنا علينا ضغط من الشباب، ويوم الكاتدرائيه اتصالات طول اليوم عشان يمشوا من قدام الكاتدرائيه، وفي مجموعه ما مشيتش بعد اتصال الشيخ ياسر برامي، الشيخ محمد عبد المقصود راح لهم، الشيخ حسن ابو اشبال ماشيا على رجله قعد ساعتين عشان يقنعهم يمشوا. ما انت ما بتقدرش زي ما كان الاستاذ بيقول طلع علينا جيل قبطي متطرف لانه شاف ابوه بيموت ما اعرفش امتى.
لكن المهم انا عندي شباب حاسس بالقهر، حاسس انه مظاهره رجعت وفاء قسطنطين. طبعا قصه وفاء قسطنطين اوضح بكتير من قصه كاميليا، لانها كانت رايحه تسلم. جلسه المناصحه ساعه في مديريه الامن، البابا شنودة اعتكف وقال مش هصلي العيد باهل بديانته لغايه ما الست دي يتعمل لها جلسه مناصحه بلا سقف زمني وليست في مديريه الامن، واتحطت في فيلا النعام 10 ايام 5 ساعات مناصحه يوميا. ولو الاستاذ هاني عزيز معانا على الهوا يتصل يقول لي دلوقتي الكلام دوت، 5 ساعات في 10 ايام الست انفجرت، راحت قالت خلاص انا على ديني اللي كنت عليه واختفت. لازم الناس تتشكك، دي كانت عايزه تسلم وكانت خلاص على باب الازهر، خدوها حطوها 10 ايام في فيلا مغلقه 5 ساعات مناصحه يوميا. طب ليه؟ طب دي لا هتزود الاسلام ولا هتقلل المسيحيه. طب ليه الاحتقان ده؟ ليه اتعمل الكلام ده كله؟ بقول اسباب الاحتقان موجوده وعايز الخصها في حاجه. النظام المستبد يشعر انه اقليه، رغم ان هو ينتمي للاغلبيه اصلا، لكن يشعر انه اقليه نتيجه استبداده، يقوم يدور على اي اقليه اخرى، اقليه دينيه مثلا، يقول لها احنا الاثنين نبقوا مع بعض، اقليتين ضد اغلبيه نبقوا كاننا اغلبيه. وبقول ده خطر على مستقبل النصارى في مصر. عاشوا 1400 سنه في منتهى الاحترام، منتهى الادب. كان دايما ليه معلش انا هقول كلام ما بحبش اقوله كتير، ليه كان بيضرب المثل بامانه التاجر النصراني؟ لانه عايز يبقى وسط المسلمين. انت لو معلش خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، ده تاجر مسلم وده تاجر نصراني والاثنين زي بعض بالظبط، هتقول على الاقل ده صديقي، على الاقل ده، لكن هتلاقي ده امانته اشد، ده صدقه اشد، هتروح له. فهو كان طبيعته لما بدون الحمايه الوهميه دي ودون الحمايه الامريكيه، ومعلش الحمايه الامريكيه ما بتفيدش حد. امريكا لما دخلت العراق اول ناس اتظلموا نصارى العراق. في لبنان ما فادوهمش. انا بقول يعني احنا اللي حررنا نصارى مصر من الرومان. اللي يعرف تاريخ يعرف مين هم الرومان. اللي عايز يرجع الرومان تاني واقف قدام السفاره الامريكيه يقول تعالوا يا رومان يا اللي كنتوا بتعملونا في الزيت المغلي، يا اللي اخو القس الراهب بنيامين لا رئيس الطائفه اتشوى كما يشوى الخراف، وانا اروح عند السفاره بتاعته اقول له تعالى تاني، مش هينصف حد. مهندس عبد المنعم يكفي هذا، مش هينصف يكفي هذا في هذه المرحله. سياده القس يا جماعه نرجوكم عدم الاطاله في التصفيق، يمكن ان تبدي اعجابك ولكن في عجاله حتى نستغل الوقت المتبقي لانه لم يبقى الكثير. سياده القس انا سالت عن عداله المطالب، ما هو العادل من المطالب في رايك وما هو المتجاوز لهذا الامر؟ هناك مطالب كثيره يسمع بها الشارع المصري، هناك مطالب بقانون موحد لدور العباده، هناك مطالب باحيانا القاء القبض على مشايخ السلفيه، هناك مطالب بحمايه غربيه. ما هو العادل من هذه المطالب في رايك وما هو المتجاوز؟ هو الحقيقة خلينا ما نقولش انها مطالب، خلينا نقول انها حقوق. لما يكون في مصر على مدار 1400 سنة مفيش قانون موحد لبناء دور العبادة، ونحن نعيش في مظلة الإسلام هذا الدين الوسطي، يبقى المسألة عليها كلام ان مفيش قانون موحد لبناء دور العبادة، مفيش قانون يجرم التمييز الديني بكل صوره وأشكاله. فهذا الأمر يحتمل الكثير والكثير، فدي مش مطالب ولكنها حقوق. أما بالنسبة لبعض الأمور اللي بتتردد في وسائل الإعلام، أولا الأقباط لا وجود على الإطلاق لأي طلب لحماية دولية، ولا نقبل أي حماية دولية ولا أي تدخل دولي في مصر على الإطلاق، على الإطلاق. لأنه لا انتوا ما بتسقفوش جامد الا لما الشيخ عبد المنعم يتكلم جامد يا اخوانا، رغم انه هذا الامر يعني مغلوطه كبيره ان مساله الاقباط يستقون بالخارج. طب حصلت مغلوطه ما كبيره. حصلتش؟ لا احنا غير مسؤولين. بص حضرتك شفت، من اعتصم امام السفاره الامريكيه او طلب ان كان هناك بعض الفرادة فنحن غير مسؤولين عنهم. يعني هذا ايضا اعتذار رسمي برضه، اعتذر تماما عنهم. اذا كان هناك بعض الشباب اعتذر هناك تماما عنهم، لانه ده امر غير مقبول على الاطلاق. كده حضرتك يعني دي بس خلي بال حضرتك، جدا. خلي بال حضرتك انا اعتذرت. حضرتك ممكن تعتذر لي عن الشيخ اللي طلع وقال ان لو كاميليا ما طلعتش خلال ايام اقسم بالله هدخل الدير واجيبها؟ اعتذر. اعتذر.
حضرتك ممكن تعتذر، حضرتك ممكن تعتذر. معلش عن الشيء، عن الدكتور حسام ابو البخاري اللي جه على الهوا في قناة الناس، وواحد اسمه مش فاكر اسمه ايه، انا زلزال او متزلزل، بقول لك ان البنت او عبير موجودة في امبابة، قال له انزل دلوقتي على شارع الاقصر، والدكتور حسام هو اللي جمع الناس دي كلها قدام كنيسة مريمينا. عندك السادات تعتذر؟ لا هقول لك ما حصلش. ما حصلش. معايا بقى تسجيلات بالصوت والصورة، يجي 16 تسجيل. فالامر المطلوب وهو عادل جدا، انا مش بطلب ادخال شيوخ السلفيين الى المعتقل، لان السلفيين في مقبلهم اخواتي وحبايبي، وانا اعلم يعني ايه السلف الصالح، اعلم كويس قوي يعني ايه السلف الصالح. هل هذا الذي انما انا محدد، الذي قلته انا محدد عدد سيادة القس، هل هو مستقر في اذهان الشباب المسيحي ام تقوله القيادات؟ جدا طب والسباب اللي عند جدا. لا لما تيجي لحضرتك تتكلم. انا بتكلم على عدد من الشيوخ اللي ظهروا في وسائل الاعلام في الفتره الاخيره وبداوا يشحنوا الجو، هو ده مطلبنا الاساسي، ومش يخشوا المعتقل. انا عايز يتم التحقيق معهم تحقيقا قانونيا عادلا، ان ثبت ادانتهم نعرف مين اللي وراهم، والحقيقه ان احنا عارفين اللي وراهم. طب هل الكنيسه استجابت للتحقيق مع بشوي لما شتم المسلمين؟ احنا نطالب بالتحقيق وطعن في القرآن في وسائل الاعلام الرسميه المصريه، هل استجابت الكنيسه لطلب التحقيق معه؟ ان كان هناك بص حضرتك، هذا كان رجل الثاني في الكنيسه. بص فضيلتك، لا وجود على الاطلاق لاي شعور بالتمييز في داخل اذهاننا كآباط. بمعنى ايه؟ ان الكل متساوي في الحقوق والكل متساوي في الواجبات. ان كان هناك راجل دين مسيحي اخطأ فليتحمل نتيجه خطأه وليعاقب وليحاكم. يا سيادة القس، واحدة احنا بنتكلم عن مصر، بنتكلم عن مصر. إلي لو سمحت، يعني انت والمشايخ والاستاذ نبيل تريدون تطبيق القانون بلا تمييز على المصريين كافه، مسلمين ومسيحيين؟ تمام يا فندم، هل هذا سليم؟ هو ده مطلبنا الاساسي، وانا بتصور انه مطلب عادل، انما لم نطلب حمايه. مش عارف الطلب الثاني بتقول حضرتك ايه؟ حمايه. اعلنوا اقامه دوله يوم 25 يناير، اعلنوا اقامه دوله على النت، ما زالت موجوده. دوله مين؟ دوله الاقباط ما زالت موجوده. صادق، دي موجوده على النت، اعلان دوله، اعلان دوله. برضه يا باشمهندس ليس كل داع لاي شيء على ده اللي انا اريد، ده ده الرد اللي انا عايزه من حضرتك، ان انت تقول لي ليس كل احد ياخذ بكلامه، فانا برضه بالمقابل اقول لك ليس كل احد. ولا نعتقد ان القس ملزم بالرد على كل المظاهره التي كان يقودها القس فوليباتير انا اللي باخدها. ايوه كان موجود فيها بالطول بالعرض، احنا اصحاب الارض، نفس كلمه بشوي. ده مسلمين ومسيحيين يا فضيلتك. بمعنى ايه؟ هم اللي سيبوا الصحابه برضه عند مسبيرو، برضه عند مسبيرو مسلمين كثيرين. لا علي ولا ابو بكر، هم برضه لا ما فيش لا علي ولا ابو بكر، لا السب موجود. لا يا فندم، لا يا فندم، هذا الامر مغالط جدا للحقيقه. سياده القس، هل حدث تكسير للنوافذ الزجاجيه الخاصه بمبنى مسبيرو من قبل المتظاهرين؟ لم يحدث على الاطلاق، واذا كان هناك وسائل اعلام كاذبه. كلام قائد المنطقه المركزيه يا فندم على عيني وعلى راسي، يعني انا بتكلم على مسؤول عالي جدا في الدوله، مش هيكذب على حاله. نحن لا نثق في هذا المجتمع الا في القانون وفي سلطه القضاء المصري، لا اكثر ولا اقل. ما كلمنيش عن وزير الداخليه، ما كلمنيش عن قيادات عسكريه تطلع تتكلم، كلمني عن القضاء، الجهه الوحيده المنوط بيها طب معلش للتصديق في هذا الوقت. لجان تقصي حقائق لا هي قضاء ولا هي شرطه. بمناسبه لجان تقصي الحقائق في تسليم طيب كده هذا النقاش بهذه الصوره لن يكون مفيدا. اخر حاجه، انا التمس واطلب ومش عايز اقول اتحدى ان يخرج تقرير لجنه تقصي الحقائق اللي عمله بيت العيله المصري، موجود في 10-12 ورقة، وموجود الآن في أدراج المجلس العسكري، ومش عايز يخرج. هذا التقرير لو خرج هيكشف الحقيقة كاملة بتاع
فضيلة دول شيخ ما الازهر، يفرقوش عن السلفيين ولا على الاخوان لا، جهه مدنيه، جهه مدنيه. فضيلة شيخ الازهر. شيخ الازهر وكل مستشار قانوني، وهذا الرجل راح سمع لا، من الاهالي، إذا كان والاهالي هناك- قعدوا يعدوا له الازاز المرمي في الارض. هل هذه لجنه تقصي إذا الازهر؟ كان